أهلا وسهلا بكم في قسم الإعلام الرقمي. يعد قسم الإعلام الرقمي أحد أقسام كلية الإعلام من الأقسام العلمية الحديثة التي تضمنتها جامعة ذي قار، وهو الأول من نوعه في العراق. تأسس القسم عام 2013 ويترأس القسم الدكتور أحمد محسن هيلان الحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة خاركوف الوطنية للراديو الإلكتروني. يهدف الإعلام الرقمي إلى نقل المعلومات والأخبار والحقائق إلى الناس عبر وسيلة معينة بغيت مساعدتهم على تكوين رأي صائب أو اتخاذ موقف مناسب لظاهرة أو مشكلة أو قضية بحيث يعبر عنها الرأي العام بموضوعية. إن من أهم الدروس التي يقدمها الإعلام الرقمي وما يتعلمه الطلبة بشكل مكثف صناعة الأفلام القصيرة والأفلام الرسومية المتحركة ومهارات ما بعد التصوير من تأثيرات مرئية وصوتية، بالإضافة إلى إعداد برامج الوسائط المتعددة وتصميم صفحات ويب وقواعد البيانات. يعتمد الإعلام الرقمي اعتمادا كليا على الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت، فهو يمثل مرحلة مهمة من مراحل التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات، ويقوم بتزويد الجمهور بالأخبار والمعلومات باستخدام وسائط وتقنيات وبرمجيات متعددة لم تكن موجودة فيما سبق. يتميز الإعلام الرقمي عن الإعلام التقليدي بأنه يعتمد على وسيلة جديدة من وسائل الإعلام الجديد، وهي الدمج بين كل وسائل الاتصال التقليدي بهدف إيصال المضامين المطلوبة بابتكارات متميزة ومؤثرة، وإتاحة الفرصة أمام الإعلاميين لتقديم موادهم الإعلامية بطريقة إلكترونية. هذا ما عرفناه عن الإعلام الرقمي خلال 3 مراحل دراسية، وسنتعرف المزيد عنه في المراحل المقبلة.